رامز حب يجيب حق كل ست مصرية، فقرر يخطف ياسمين ويديها درس من رامز الفرعون. سؤال لياسمين عن الكاميرات، هل بتتصور طول ما هي ماشية؟ ورفضت تركب المايك علشان شكلها ما يبوظش، كأنها عارفة إن هيتعمل فيها مقلب، وكانت خايفة قوي شكلها لا يبوظ من الأكل. طب ما تحطي ميك اب ثابت او اي حاجه، هو احنا هنعرفك يعني تعملي ايه؟ بس هي عملت، طلعت مرايه تبص فيها على شكلها والروج باظ ولا لا، على اساس ان ياسمين في حاجه بتخوفها، وكانها خايفه تطلع تشوف الستات اللي بتضايقهم في البرنامج يكونوا مستنيينها فوق. ما هي عامله مشكله مع ستات مصر كلهم، وعلشان تطلع المطعم الطاير تقول لهم لا مش هطلع ابدا علشان ما اقعش، لحد ما المذيعة ركبت الأول وأقنعتها تركب، وكويس إن في واحدة ست زيها عرفت تقنعها، ودخلت وقعدت في المطعم الطاير وسألتها المذيعة: رونالدو بيتفرج عليكي؟ ردت ياسمين عز بكل ثقة وقالت لها آه طبعا أنا عارفة. وجورجينا غزال شارد غريب قوي بتشكر في ست زيها بس مش من قلبها، وسألتها المذيعة: قلت إن في صوت شتوي وصوت صيفي، انت منين عرفتي إن صوتك شتوي؟ قالت لها دي دراسة دلوقتي، أي محلل صوت أو خبير أصوات هيسمع صوتي هيعرف إن خامة صوتي شتوي. واثقة قوي، وهي أصلا محتاجة عملية للخنفان. ليه قلتي إن لما تشوفي جوزك لازم تقفي؟ ردت وقالت: انتباه، على أساس إننا في الجيش يعني، وكده لازم العلاقة بين الراجل والست تكون ميري كده، ولازم لو دخل عليا وأنا بكلم أي حد غير حماتي ارمي التليفون او اقفلي السكه في وش اللي بيتكلم، يعني تبقي قليله الذوق مع الناس كلها لكن حماتك وجوزك لا. ولو بكلم مامتي هقول لها: يا مامتي لازم اقفل معاكي دلوقتي علشان جوزي جه. طب ما طبيعي، امال المفروض تقول ايه؟ وردت على سؤال: انت ليه بتنكري انك عملتي عمليات تجميل رغم اللي بيشوف صورك زمان ودلوقتي بيتاكد انك عملتي عمليات تجميل؟ قامت رده وقايله: انا لوني ايه؟ أنا بيضة وجمالي من الله، مش محتاجة أعمل عمليات تجميل. وبالنسبة لشكلها زمان هي كانت بتحط تقريبا كده فاونديشن رخيص فما كانتش حلوة، ودلوقتي بتحط فاونديشن غالي. وسألها المذيع: هتدافع عن الستات وتقفي معاهم؟ قالت له مش سامعة، ورفضت الإجابة على السؤال. واضح جدا انها مش طايقه سيرتنا. ولما ظهر رامز قال لها ان كل الناس بتسال: انت مجنونه يا ياسمين؟ ردت وقالت له: لا انا عاقله وست الكل وست البنات، واثقه من نفسها. علشان كده رامز حب يديها درس عمرها ما هتنساه في حياتها. واما قال لها: قولي انك بتهجصي والا هتموتي، قالت له: موتني عادي، مادام بدافع عن الراجل هدخل الجنه. طب انهي راجل بالظبط يا ياسمين؟ ومن هنا يكون رجع رامز حق كل ست كان نفسها تشوف ياسمين عز في موقف زي ده، وعاش رامز الفرعون.